السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة على قناتنا. نرجو أنكم استمتعتم في الحلقات السابقة لردة فعلنا على مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الأرجنتيني ومباراة المنتخب التونسي ضد نظيره الدنماركي. اليوم سوف تكون ردة فعلنا على المباراة الرائعة التي قدمها المنتخب المغربي ضد نظيره المنتخب الكرواتي، أحد المرشحين ربما للتتويج بكأس العالم صاحب الوصافة في 2018. المنتخب المغربي كان رائع للغاية في هذه المباراة، سواء في مركز الدفاع سواء في الهجوم. بعض الشيء وسط الميدان لم يكن مثل الهجوم والدفاع، ولكن قدموا مباراة رائعة وكانوا يسهلون الفوز بغض النظر عن الأداء المنتخب المغربي. صراحة هجوم المنتخب المغربي ضيع كثير كرات، يعني أن المدرب الركراكي لديه عمل كبير وشغل كبير من أجل تحسين الهجوم وتسجيل الأهداف. النصيري وزياش وبوفال فرديات رائعة، ولكن في تسجيل الأهداف كانوا ناقصين فاعلية، خلينا نقول ذلك. ولولا ذلك في المنتخب المغربي قدم مباراة رائعة. إصابة مزراوي إن شاء الله تكون سليمة من أجل عودته للمباراة القادمة ونبدأ في المباراة إن شاء الله. الجمهور المغربي كان رائعا، الملعب لم يمتلئ عن آخره، ولكن الجمهور المغربي كان رائع جدا. بداية المباراة يلا، تمريرة خاطئة من أملاح وتصويبة من المنتخب بيريسيتش، ولكن بونو رائع. بونو أنقذ المنتخب المغربي من هدف كان رائع للغاية لمنتخب كرواتيا، ولكن بونو تحصل على جائزة بوشكاش الموسم الماضي يستاهلها. بونو أمامكم في الدقيقة 45 أيضا ينقذ المنتخب المغربي من هدف. تعود الكرة المنتخب المغربي، المنتخب الكرواتي عفوا، وها هي صدت بونو في الدقيقة 45 أنقذ المنتخب المغربي من هدف محقق. بونو قدم أداء جيد ورائع، يستاهل أنه واحد من أفضل حراس العالم. أيضا كرة لبيريسيتش، تصويبة من مودريتش وتضيع، ولكن المنتخب المغربي كان دفاعيا قوي، دفاع ملتحم، خصوصا ثنائية قلب الدفاع أغراد وسايس قدموا مباراة رائعة. رغم أن المباراة كانت في الصباح الباكر، ولكن شاهدناها واستمتعنا بهم. تصويبة المنتخب المغربي كان يطلب بضربة جزاء، تعود الكرة لمزراوي يسدد بالرأس، ولكن إصابة مزراوي في أحد الضلوع ربما. الحارس ينقذها، كرة لكرواتيا وبونو يصد رائع، وأمرابط يعيد صد الكرة مرة أخرى. يعني بونو قدم أفضل مباراة وكان يستاهل رجل المباراة. بونو صد كرة رائعة للمنتخب الكرواتي، وأمرابط في الكرة الثانية. انطلاقة من حكيمي يا نصيري. تعود الكرة لآية الله، يحيى عطية الله أيضا دخل في مكان مزراوي، قدم مباراة رائعة. تصويبة حكيمي في هذه المخالفة كانت رائعة للغاية، كانت قريبة لولا تألق الحارس الكرواتي. يعني المنتخب المغربي كما قلت لكم قدم مباراة كبيرة. نصيري كاد أن يسجل ضد مرماه في هذه الكرة في الدقيقة 70. في الدقيقة 90.6 كرة، ولكن يصدها الدفاع المنتخب المغربي، تعود على الجهة اليمنى والمغربي يتصد. ونهاية المباراة، الحكم يقوم بنهاية المباراة. المنتخب المغربي يعني عند تحليل مباراة المنتخب المغربي لعب مباراة أمام وصيف بطل العالم، مباراة عادية جدا، لم يكن لاعبي خائفون أو أي شيء. أيضا المنتخب المغربي يملك نجوم باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أيضا لديهم إشبيلية، تشيلسي، لاعبون عالميون بكل تأكيد. قدموا مباراة في القمة، دافعوا هاجموا، يعني كانت مباراة متكافئة. المدرب الركراكي لديه عمل كبير في المباراة القادمة ضد كندا ومباراة ضد بلجيكا.
ذلك لا يصعب على المنتخب المغربي. نتمنى عودته وتقديم مباراة أفضل. المنتخب المغربي أشقاؤنا، ونتمنى أن يتأهلوا للدور القادم، خصوصا أن المنتخب المغربي يملك فرديات رائعة، لديهم ظاهرين عالميين، رغم أن المزراوي أيضا ظاهر أيمن مثل حكيمي، ولكن المدرب يقوم بتشغيل المزراوي على الجهة اليسرى، يقدم في أداء رائع. ثنائية الدفاع كما قلت لكم ما شاء الله، ثنائية متناسقة ومنسجمة مع بعض، أجراد وسايس. في وسط الميدان ربما أملاح وأمرابط وأناهي هو المفاجأة. كانت المنتخب المغربي لا يعتقدون أن أناهي سيشارك، ولكن في النهاية شارك أناهي. هجوم المنتخب المغربي قوي جدا رغم عدم الفاعلية في هذه المباراة القادمة. إن شاء الله سيقدمون مباراة رائعة جدا. نتمنى التوفيق لكل العرب. المنتخب المغربي يؤكد أن العرب يقدمون في كأس العالم جيدة. نتمنى أيضا عودة المنتخب القطري بعد غد ضد المنتخب السنغالي، وإن فازت السنغال أيضا السنغال منتخب إفريقي، إن شاء الله تكون مباراة ممتعة. المنتخب المغربي أيضا يستاهل أن يكون في الدور الثاني. أنا أشاهد الآن مباراة بلجيكا ومباراة كندا. كندا ضيع ضربة جزاء، بلجيكا ليس هو الفريق المرعب الذي يخافه المنتخب المغربي. حتى المنتخب المغربي يملك فرديات كبيرة جدا ويستاهل أن يفوز ويشارك في الدور الثاني إن شاء الله. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أتمنى أن تنال إعجابكم. هذه ردة فعل بسيطة وتحليل بسيط عن مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكرواتي. نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، وأن يصل إلى هذه الدقيقة لا ينسى زر الاشتراك وترك تعليق يحفزنا، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. يلا سلام.